السلام عليكم ورحمة الله. الأهلي يرفض فكرة خروج الشناوي للإعارة لمدة موسم، ويؤكد أنه لن يفرط في اللاعب إلا ولو كان هناك عرض مغري من الناحية المالية وبنظام البيع النهائي. سعد سمير يتلقى أكثر من عرض من أندية الدوري الممتاز، وينتظر حسم موقفه مع الأهلي قبل تحديد وجهته القادمة. محمد عبد الغني يضغط على الزمالك للرحيل بعد أزمته مع رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور. مارسيل كولر يجبر على تأجيل سفره إلى بلاده لقضاء أجازته مع أسرته بسبب تمسك اتحاد الكرة بإقامة مباراة الداخلية في موعدها. الجيش الملكي المغربي يخفض مطالبه المالية في التفريط في رضا سليم للأهلي ب 2 مليون و600 ألف دولار، ومصدر من داخل النادي يؤكد أن عرض الأهلي ما زال متوقف عند 2 مليون دولار. مرتضى منصور يتحدى الأهلي ويعلق لافتة نادي القرن مجددا على أسوار نادي الزمالك. المقاولون العربيون في أنباء تلقى عرض من الأهلي لضم عمر فايد مدافع الفريق. الأهلي يقرر زيادة العرض المالي لضم جوستافو سوزا 100 ألف دولار لإقناع ناديه الكوري الجنوبي بالتفريط في اللاعب. بيراميدز يرفض احتراف إبراهيم عادل في أندية صغيرة في أوروبا خوفا من تكرار ما فعله الأهلي في صفقة إمام عاشور. الزمالك أرسل خطاب رسمي لوزارة الشباب والرياضة من أجل التدخل لحل أزمة الحجز على أرصدة النادي، ولم يصلنا أي رد من وزارة الشباب والرياضة. الحجز على أرصدة النادي يضع النادي في مأزق. الزمالك مقبل على البطولة العربية بدون تدعيمات والجميع يكتفي بالمشاهدة. كنت أتمنى شراء لاعبين أفضل من لاعب النصر والشباب والاتحاد المنستيري، لكن أزمة الحجز هي من تضع النادي في مأزق. الزمالك يملك أكثر من 100 مليون جنيه ولا يستطيع التصرف فيهم. أحمد عيد بعد عودته للزمالك مجددا: إنبي فريق كبير والجميع كانوا يعاملني بشكل جيد، لكنني لم أقم بتفعيل بند الشراء رغبتي في العودة للزمالك مجددا. مارسيل كولر يؤكد للاعبي الأهلي إنه مدرك الإرهاق الذي سيطر عليهم في الفترة الأخيرة، وأنه كان يتمنى منحهم فترة راحة، لكن تمسك اتحاد الكرة بإقامة مباراة الفريق في كأس مصر هو من وضعهم في ذلك. اتحاد الكرة يؤكد أن إمام عاشور يمكنه المشاركة مع الأهلي ابتداء من مباراة الداخلية في كأس مصر بعد الاستقرار على فتح القيد 27 يوليو الجاري، ومصدر بالأهلي يؤكد أن اللاعب لم يلحق بالمباراة بسبب الإصابة. الأهلي يعطي محمد الشناوي مهلة لمدة أسبوع لإحضار عرض رسمي إن كان لديه رغبة في الرحيل، ويؤكد اللاعب لو لم يصل عرض رسمي خلال هذا الأسبوع سيغلق النادي ملف رحيله نهائيا. بلدية الجزائر يستعجل رد الأهلي على عرض استعارة أحمد القندوسي. الزمالك يقرر استبعاد الثنائي محمود شعبان وعبد الله جمعة من قائمة الفريق التي تتغادر للسعودية لخوض منافسات البطولة العربية، وذلك بسبب اقتراب رحيلهم. الأهلي يقرر الإبقاء على محمد شريف وتجديد عقده مع الفريق ورفض العرض التركي المقدم للاعب. مصطفى البدري لاعب الأهلي يقترب من الانتقال لنادي زد بعد انتهاء عرضه مع فيوتشر. باتشيكو يحفز لاعبي بيراميدز قبل مواجهة اليوم ويطالبهم بضرورة التركيز وتحقيق الفوز على الأهلي لرد اعتبارهم على خسارتهم كأس السوبر في الإمارات. كولر يؤكد للاعبي الأهلي على ضرورة التركيز في إنهاء الفرص في مباراة اليوم. اتحاد الكرة يستقر على تعيين محمود ناجي حكما لمباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري اليوم. أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي الشاب يعلن وفاة جده عبر حسابه الشخصي على الانستجرام. اتحاد الكرة يتمسك بإقامة مباراة الأهلي والداخلية في موعدها المحدد مسبقا، والفائز منها سيواجه المصري البورسعيدي يوم 3 أغسطس القادم، ثم تتوقف المسابقة بعد ذلك لإراحة الأندية وظروف مشاركة الزمالك في البطولة العربية، وتعود مسابقة كأس مصر من نصف النهائي في الموسم الجديد. مرتضى منصور: زيزو أدى لاعبة الأهلي 100 مرة، لو كان الأهلي يدرك الأصول كان من المفترض أن يصدر بيان اعتذار بعد التعاقد مع إمام عاشور، وطلبت التساوي مثل الأهلي في عقود الرعاية، لكن قالوا لي إن السوق يقول إن الزمالك نادي غير مستقر بعد حبس رئيسه، وهو المخطط الذي يريدونه.